مشاهدينا احنا معانا النهارده المنافسه الثانيه اللي هتتكرم في مهرجان القنوات الفضائيه انتصار. ازيك يا انتصار؟ اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان يا كسلانه. مثلي وبعدين كسلتي. مثلت معاكي مسلسل. ايوه. وكانت بتساعدني جدا، وبجد بجد والله عمري ما شفت فنانه في احترامها وفي ادبها وقد ايه كانت بتساعدني. ان شاء الله. بس انت كسلانه لازم تشدي حيلك شويه. حاضر. انتصار، بتتكرمي النهارده عن نفسنا. ايوه. احكي لي برنامج نفسنا كان ايه بالنسبه لك وليه سبتيه؟ برنامج نفسنا يعني مش عايزه اقول لك، تقريبا طلع حاجات كتير انا كنت عايزه اقولها، وبعدين سبته لان كان عندي الخنكه، وكان عندي المسلسل بنات سوبرمان، وكان عندي مسرحيه حوش بديعه، وكل دوت تراكم عليا في شهر 12. فكنت لازم اختار ما بين الدراما وعملي الاساسي كممثله وما بين البرنامج، فسبته. اول ما خلصت كل الشغل بقيت تمام، قمت على طول راجعه زي ما وعدتهم وزي ما وعدت كل الناس بعد رمضان فورا ما انتهى. طيب، احكي لي عن تكريم مهرجان القنوات الفضائيه، بيمثل لك ايه كتكريم؟ هو المهرجان ده انا متابعاه من اول ما بدا يتعمل، حاسه كده ان هو ايه، هيكبر وهيبقى حاجه كويسه قوي، وفعلا اللي توقعته حصل. يوم ورا يوم المهرجان بقى كويس، وبقى في نسبه حضور غير عاديه، وبعدين هو بيدي جوائز وبيكرم ومهتم بالقنوات الفضائيه اللي ما حدش خالص جمعهم في اي مناسبه ولا اهتم بيهم في اي حاجه. فلما حد يقول يلا يا قنوات فضائيه هجمعكم، طبعا كلهم هيشتركوا وكلهم هيجوا يغطوا الحدث وكلهم هيبقوا سعداء ان هم بيعملوه، وده اللي راهن عليه مدير المهرجان ورئيس المهرجان، ان البرنامج ده هينجح بالقنوات الفضائيه. طيب، انتصار، انا عايزه اقول لك بقى، انت بعد نجاح اللي حققتيه في رمضان اللي فات الحمد لله، ايه القادم، النجاحات القادمه لانتصار ايه؟ عندي فيلم مع الاستاذ عمرو عرفه اسمه اخر ديك في مصر، وان شاء الله ده ننزل بيه على اجازه نص السنه اللي جايه.